رغبه. يعني ما حدش بيحب دكتور الاسنان طبيعي، انا نفسي ما بحبش دكاتره السنان، بس هو مجموع اللي دخلني طب اسنان اصلا. انما دكتور الاسنان بيخوف، مش كشخص، كمهنه. طبيعي الالم بتاع الاسنان وحش، والناس مثلا لو متالمه هتروح، الاجراءات اللي هتحصل بتبقى خايفه منها جدا، فمن حقه يخاف، ده شيء طبيعي جدا انك تخاف من دكتور السنان. بس خلينا نحسبها كده حسبه بسيطه، يعني الخوف اخرته ايه؟ يعني انت هتفضل خايف لحد ايه؟ لحد ما توصل لمرحله مش هتقدر وهتروح برضه. يعني احنا ما بنقلقش من المريض، لان الوجع كده كده هيجيبك. يعني المريض اللي متوجع لما يجي يقول لي لا انا خايف مش هاجي، فرحت، انت المتالم مش انا. فمع الوقت بتلاقي الالم بيزيد لحد مرحله انت مش تقدر تكمل، مش هتحمل الالم، فهتضطر تروح لدكتور الاسنان. بس لما تيجي في وقتها بتيجي مشكله اكبر. يعني ايه؟ انت لما تيجي مثلا عندك تسوس سطحي، وانت ما رحتش وخدت مسكن مثلا، او عندك اي وجع ايا كان الوجع، خدت مسكن مشاك يوم اتنين 10 سنه سنتين، طب وبعدين اخرتها ايه؟ لما تيجي بسوسه سطحيه في الاول، عكس ما تيجي بسوسه اعمق، عكس ما تيجي